اختياراته مدمرة حياته. 5 أزمات في حياة أحمد سعد. اخرسي انتي. آخر أزمة مر بيها الفنان أحمد سعد في ولاية بنزرت في تونس كانت بسبب رفضه أنه يحضر المؤتمر الصحفي بعد الحفلة، ولكنه تراجع وبرر موقفه بأنه ما كانش متفق على ده في العقد، ولكن هو من حبه ليهم رجع وجاوب على أسئلة الصحفيين. لكن حصل اشتباك بينه وبين واحدة من منظمي الحفلة قدام الصحافة التونسية لما ردت وقالت أن اللقاء الصحفي ده كان جزء من الاتفاق. رد عليها أحمد سعد بحدة: اخرسي بقى، انت ما بتعرفيش تعملي حفلات ولا ليكي علاقة بيها. وكان رد المنظمة: انت واخد 80,000 دولار عشان تقولي اخرسي انت وما تحترمش الشعب التونسي؟ تصاعدت المشكلة وواجه الفنان أحمد سعد انتقادات كتيرة كانت من الشعب التونسي، وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرار يلزم أحمد سعد بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي. أزمة الحلق واللبس الشفاف. تعرض أحمد سعد لهجوم شديد وسخرية بعد إطلالته في حفلة جدة في السعودية اللي كان لابس فيها لبس شفاف وحلق في ودنه، وكانت تعليقات الجمهور: ده لابس حلق بجد ولابس بدلة قط وتحتها شبكة حريمي. حتى طليقته سمية الخشاب اتريقت عليه وقالت: الحمد لله الذي نجانا، وانا اقول لبسي راح فين؟ ورد احمد سعد على الانتقادات وقال: انا بشكر كل الناس اللي هاجمتني لانهم شايفيني اني فرد من اسرتهم وواحد منهم، وما رديوش عليا كده اني البس حاجة وحشة. حسيت اني جوه كل بيت وجوه كل اسرة، مش هظهر كده تاني، ولو في حاجة فيها شبك هخيطها انا على ايدي. تاتو في العمرة. نشر أحمد سعد صورة ليه وهو بيأدي مناسك العمرة بتاتو أو وشم على دراعه، وده أثار غضب ناس كتير من جمهوره وطالبوا إنه يشيل التاتو قبل ما يروح الأراضي المقدسة. فضل الخلاف مستمر لدرجة إن برامج التوك شو استضافوا رجال الدين عشان يقولوا رأيهم في القضية، وأكدوا إن اللي عمله أحمد سعد غير شرعي ومحرم ومن الكبائر. وقال أحمد سعد في تصريحات صحفية بيدافع فيها عن نفسه يعني إن التاتو مجرد شكل بيخفي بيه أثر عملية جراحية قديمة. سمية الخشاب والطحال. كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل الخناقات والخلافات بينها وبين طليقها أحمد سعد، وقالت إنه حاول يقتلها وتسبب في عاهة مستديمة ليها لما ضربها ودمر لها الطحال وتسبب في نزيف داخلي. وقالت سمية إنه كان عنده ظروف ما أقدرش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وإنه إنسان ما عندهوش رحمة، ولولا وجود أمها جنبها كان زمانها ماتت. قالت سمية إنها في وقتها ما كانتش عايزة تفضحه، خصوصا بعد ما أغمى عليه لما شاف حالتها المتدهورة، وكذبت على الدكاترة وقالت إنها وقعت من على السلم. رغم كل ده كانت ردود أحمد سعد مستفزة، وكان بيحاول دايما يقلل من حجم المشكلة، وقال لها: الطحال ده أصلا ملوش وظيفة، هو أنت هتفضلي تقولي لي بطني بطني كل شوية؟ جوازة ال6 أيام. اتجوز الفنان أحمد سعد ريم البارودي 6 أيام بس حسب كلامه في برنامج شيخ الحارة، وبدأت بعدها الخلافات بينهم على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام لما ظهرت ريم البارودي في برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد، وعيطت لما اتسألت عن أحمد سعد وعن علاقته بسمية الخشاب، وقالت ريم: ما كنتوش صحاب، أنا اللي قربتكم من بعض، وإن هي كانت الوسيطة بينهم. وعيطت ريم أكتر لما سألتها ريهام عن إمكانية التواصل معاه عن الهوا عشان يصرح عن سبب انفصالهم، ولكن ريم رفضت وقالت: أنا أخدت التجربة واتعلمت.